مين غيرك من ال 17 في القدره دي؟ عندي اخت اسمها امال. امال دي عندها 9 سنين. حضرتك تغمي عينيها بحاجه وتمسك ايديكي وتقول لك على اسمك ورقم بطاقتك الشخصيه وتاريخ ميلادك، وتقول لك على بعض معلومات خاصه بيكي. وليا اخ اسمه ناصر. ناصر ده بيدب صوابعه في الرخامه بيخرمها. دي انا عن نفسي ما اقدرش اعملها. حضرتك كمان بتقدر تخفي معدتك ان شاء الله. طيب يعني لازم نشوفها عشان نشوف هتخفيها ازاي. حالا دلوقتي ان شاء الله. اتفضل. معلش لزقنا لك المايك عشان نقدر نتكلم مع حضرتك. ده الحجم بتاع بطني طبيعي جدا زي اي بني ادم. دلوقتي انا هقوم باخفاء المعده والامعاء والكبد والحجاب الحاجز والنصران الغليظ ان شاء الله، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هتوديهم فين؟ انا مش بهرج. هتوديهم فين؟ لا اقف بالجنب خلي الكاميرا. ايوه لف. طب زي ما انت وديتهم فين؟ ما اعرفش، انا شخصيا عن نفسي ما اعرفش. طب بتعرف تنفخ كده زي ما بتفش؟ فعلا؟ فعلا. طب انفخ كده. لا بس النفخ مش زي التاني خالص الحقيقه. دلوقتي حضرتك العمود الفقري عند اي بني ادم عشان يتلمس بيتلمس من ورا ولا من قدام؟ من ورا طبعا. طب ينفع يتلمس من قدام؟ لا. ينفع يتمسك من قدام؟ طبعا لا. ايوه. لا طبعا، عشان العمود الفقري موصل للنخاع الشوكي اللي في المخ. ففي معلومه طبيه بتاكد ان العمود الفقري لو اتحرك سنتي من جسم البني ادم الانسان بيموت. فده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. مين اللي هيموت؟ لا مش انا. ممكن اي حد في اللي موجودين يتفضل يمسك العمود الفقري. اي حد. الاخ التقيل برضو. اي حد. اتفضل حضرتك ممكن تيجي. تعالى يا شام تعالى. دلوقتي انت هتمسك العمود الفقري. انت عارف فين العمود الفقري؟ انت عارف انه واحد؟ ده اللي عامل كده ورا. بس ترجعه تاني. ترجعه تاني؟ ثواني. هشام قريبك صح؟ هشام ابن اخويا. ابن اخوك. اخوك عنده قدرات خارقه؟ لا اخويا ما عندوش قدرات خارقه. بس هشام عنده. هنعرفها دلوقتي. نشوف. اقف هنا. ده العمود الفقري. دلوقتي هقوم بتحويل جسم من جسم انسان عادي ما فيهوش ولا عضلات لجسم كمال اجسام. كلاعبي كمال اجسام. ايوه. وده اللي هنشوفه مع بعض كلنا ان شاء الله. طبعا زي ما حضرتك شايفه جسم طبيعي جدا، مفيش اي تكوين عضلي بيظهر على جسمه. ايوه.
حسني انا حاسه ان انا في فيلم المتحولون. ايه اللي بيلعب ده؟ طبعا انا مش عارفه اقول ايه. بسم الله ما شاء الله عليك، يعني اللي انت عملته النهارده انا اول مره اشوف في حياتي. والبتاع التحول، يعني هذا الشراب بقى لونه اصفر زي اليانسون، بس يعني انا مش هدوق لانه في حاجات حمراء. ممكن اشمه. ممكن تدوقي. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. طب ممكن حضرتك تشوفي حاجه اصعب بقى ان شاء الله. ايه بقى؟ ممكن اي حد يشاركني في الفقره اللي جايه وحضرتك تشاركيني فيها. افتحي ايديك الاثنين، ضمي ايدك جنب بعضها، هاتي ايديك ناحيتي، نزليها سنه تحت، وريها للكاميرا. ايديكي فيها حاجه؟ لا. ايديا فيها حاجه؟ لا. امسحي ايديك كويس. اقلبي بايديك، هاتيها كده، اقفليها، اقفليها. هاتيها كده وهي مقفوله بس. ده العشب بتاع اليانسون لونه اسود. هحط صوابعي في اليانسون كده. مجرد ما هنشف ايدي من العشب بتاع اليانسون، ايد حضرتك كان فيها حاجه؟ لا. هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم وهتفتحي ايديكي هتلاقي العشب بتاع اليانسون بقى في ايديكي من جوه. قولي بسم الله الرحمن الرحيم وافتحي ايديكي هتلاقي العشب ان شاء الله بقى في ايديكي من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تلاقيه امسحيه بسرعه بعد ما توريه للكاميرا. وريه الكاميرا. امسحي. سمي وانت بتمسحي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. طب ودي مالها بقى من الخدعه الخارقه؟ دي خدعه عفاريتي. لا. لا دي قدرات خارقه من نوع تاني، من نوع الباور الداخلي. باور الداخلي؟ باور ينسون. دلوقتي اي انسان في الدنيا بيشوف بنين عينيه الابيض ولا الاسود؟ الطبيعي. يعني ايه؟ اي انسان في الدنيا بيشوف بنين عينيه الابيض ولا الاسود؟ نين العينين لونه اسود. بالسواد كله؟ مفيش حاجه لونها ابيض، ده اسمه البؤبؤ اسود. اوكي، اي انسان في الدنيا بيشوف بنين عينيه الابيض ولا الاسود؟ يعني بيشوف بالسواد بتاع عينيه ولا البياض؟ سواد طبعا. بالسواد كله ولا بالحته اللي في النص؟ الحته اللي في النص. البؤبؤ. لو السواد كله مختفي ينفع ان الانسان يشوف عن طريق حاسه الشم؟ لو السواد كله مختفي بتاع العين ينفع ان الانسان يشوف عن طريق حاسه الشم؟ والله مبدئيا لا. طيب اوكي، ممكن حضرتك تمسكي العمله وتدوسي عليها في ايديكي. شوفها بقى. كده ريحه ايديكي طلعت في العمله. هشم انا ريحه ايديكي عن طريق العمله. كده انا عرفت ريحه ايديكي ايه. ممكن حضرتك تعملي ايديك كده. اول ما السواد بتاع عينيا يختفي حركي ايديكي على اي اتجاه يعجبك، شمال يمين فوق تحت، اي اتجاه. ما تقوليش انت هتحركها ازاي، وانا ان شاء الله همشي مع الاتجاه بتاع ايديكي عن طريق حاسه الشم. حركي. خلاص رجعهم. شكرا ليك، وانت فعلا بسطتنا النهارده وخوفتنا في حاجات تانية، وان شاء الله باذن الله نتقابل تاني في المستقبل. شكرا ليك. ان شاء الله.